Thank you, Mr. President. I would like to deliver this statement in Arabic. سيد الرئيس، سمعنا اليوم اتهامات مختلفة ضد دولة إسرائيل. اتهامات تتجاهل الحقائق وتشوه الواقع. على ما يبدو أن التهجم على إسرائيل غدا هواية لدى البعض من جيراننا، هواية لم ولن تجدي نفعا، فإن التهجم على إسرائيل إنما هو محاولة فاشلة لإبعاد الضوء عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري. سيد الرئيس، تحدث من على هذا المنبر المندوب السوري ونطق بكلام عجيب، ميزاته الأساسية هي تشوش الفكر ولربما الخيال الواسع، كلام يبعد عن الحقيقة بعد السماء عن الأرض. المندوب السوري تلاعب بمهارة بالأكاذيب في حين تستمر عناصر جيشه بإلقاء البراميل المتفجرة على أبناء شعبه، أطفالا نساء وشيوخ. سيد الرئيس، إسرائيل قدمت خدمات صحية وأسعفت العديد من المصابين السوريين الأبرياء. أقول للمندوب السوري: أنتم تقتلون ونحن نسعف المصابين. وأقول أيضا ببساطة: ذاب الثلج وبان المرج، أصبحتم محل للسخرية في الشارع العربي، كفاكم. تحدث المندوب أيضا عن ما يسمى بالجولان المحتل. صراحة لا يوجد وجه للمقارنة بين الوضع في الجولان والوضع في سوريا، لا قبل الحرب ولا بعد الحرب المأساوية. الوضع في الجولان أفضل بعشرات بل مئات أو لربما آلاف المرات من الوضع في سوريا والوطن العربي عامة، من ناحية الرعاية الصحية، التعليم العالي، الرفاه الاجتماعي والخدمات، وأيضا الحريات، حق التعبير عن الرأي، الانتخابات الحرة، فرص العمل، المعاشات والوضع الاقتصادي. وأخيرا نقول للمندوب السوري: فعلا اللي استحوا ماتوا. شكرا سيد الرئيس.